جيتي عارفك انت كويري، كيفاش كانت المسار ديالك الرياضي، حياتك الرياضيه قبل ما تتعرض للحادثه؟ هو المسار ديالي كان كأي لاعب يعني كيمر من فروق الأحياء ومن بعد فروق الأحياء كيلتحق بفريق ديالو. أنا كنت التحقت بفريق شباب محمدية لأنه في المدينة ديالي، ومريت يعني على الفئات الصغرى والمينيم كاديو جونيور إلى كان عندي الحمد لله كان عندي واحد الطموح وواحد الآمال باش يعني نلعب في الفريق ديالي ونعطي الشيء الكثير للفريق ديالي والمدينه ديالي، وعلاش لا من تما نحمل قميص المنتخب الوطني. ولكن يعني اذا كانت كلك امال، كلك طموح، كل الطريق باينه واضحه قدام كنتي غادي فيها. بطبيعه الحال اي رياضي او بالخصوص اللاعب ديال كره القدم كيكون عنده طموح وطموحات كبيره، يعني كيكون عنده طموح انه يلعب في الفريق ديالو. الاول خصو يعطيه شي حاجه، ومن بعد ذلك يعني كيشوف دائما في الاحتراف، كيشوف في المنتخب الوطني يرفع الرايه ديال المغرب. ولكن يعني كلك حياه، بطبيعه الحال كلك اقبال على الحياه بطبيعه الحال. ولكن في الحياة دائما فيها يعني كيكون فيها آلام وصعوبات. غير تعرضت أنا لهذيك الحادثة اللي كانت يعني بعد ما كنت راجع من إحدى الحصص التدريبية، في الوقت اللي كنت راجع وأنا فرحان لأن كنت كتنتظرني واحد مقابلة ديال النهاية ديال واحد الدوري. ففي الوقت اللي كنت راجع من ديك الحصص التدريبية كنت فاجئ بواحد السيارة اللي كانت جايه بواحد السرعة، يعني سرعه كبيره، وكان السائق ديالها سائق في حاله السكر، وكان كيقوم بشي حركات يعني حتى فقد التحكم في السياقه. ويعني وصدمني هذيك الصدمه اللي كانت صدمه عنيفه، واللي على اثرها فقدت الرجل ديالي اليمنى اللي كنعقد عليها الامال، وكنت كنتمنى ان رجليك اللي كانت هي المستقبل ديالك. بطبيعه الحال الكويري هو رجليه يعني اي واحد ماشي غير كويري، يعني انسان كيعيش حياه طبيعيه، نعم حياه أكيد. عاديه بطبيعه الحال. الا نقص لي غير ظفر من الصبره ما غاديش يقبلها. اما الا تقطعت لك الرجل اللي كنعرفوها مسكونه من عروق الدم عصب، يعني انسان ملي كتبان ليه رجلو في واحد اللحظه. يونس انا بغيت تحديدا نوقفوا عند اللحظه ديال الحادثه، اللحظه اللي انت هز ساكادو ديالك جاي من الرياضه غادي لدارك مفعم بالحياه، فاذا به في لحظه كتوقف الحياه قدام عينيك. يونس رجعني لهذوك اللحظات القويه اللي عشتيهم في صراع مع الموت. واول حاجه لابد ان نردد قول الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. نعم. يعني في هذيك الحادثه يعني ما كنتمناها حتى شي انسان. بعض المرات كنتمناو ان يعني الحقيقه تكون كلها احلام، يعني ديك الحقيقه اللي تعيش هذيك اللحظه انا كنت كنتمناها تكون غير حلم، لان كابوس وتفيق منه لانني انا ما تيقتش، لان ما حسيت بحتى شي الم من وقعت لي الحادثه وتقطعت لي رجلي كنشوف فيها قدامي. وحتى السائق مني على انت منين في الحادثه رجليك البتر تقطعت لي رجل انا في البلاصه. انا كنت جاي انا كنجري والساك ديالي فوق داري، وحتى في واحد اللحظه كنحس براسي تهزي الفوق، والرجل ديالي بغيت نوقف على الرجل الاخرى، وانا بغيت نوقف عليها طحت. مني شفتها لقيتها ما كايناش. في واحد اللحظه كتب لي الرجل ديالي ملي واحد في الطريق، وحتى السائق اللي كان ضربني نزل باش يشوفني، ومني بانت ليه الرجل مقطوعه تماما في الطريق، فعاود ركب في السياره ديالو واستمر في الطريق ديالو وهرب حتى كانت بعد اليقظه ديال بعض السائقين ديال السيارات الاجره هما اللي تبعوه. واخا هذيك اللحظه بالضبط يونس انا ما عرفش حادثه بحال هكذا واش كتخلي الانسان شي تفكير، واش كيبقى شي عقل، واشنو بغيت نعيش معاك هاد الاجواء ديال رجليك قدامك، زعما ماشي اكيد ماشي سهله، شي حاجه قاصحه. مني تقطعت لي رجل كيف ما قلت لك انا ما كنتش حسيت كاع بالالم بتاتا، حسيت بصدمه. كتب لي الدم كينزف مني، كيخرج الدم، كيبان لي العصب ديالي، كيبان لي كلشي كنشوف فيه قدامي. عقلت ما فقدتش الوعي، ولكن انا كلشي داكشي كيبان لي انا ماشي حقيقه، كيبان لي ما تيقتيش راسك، ما تيقتش داكشي، كيبان لي يمكن غير كنحلم. في واحد اللحظه كنسد عيني وكنعاود نحلها، كيبان لي حقيقه، عاود كنسدها وكيبان لي. شحال خديتي ديال الوقت يونس وانت ما بين اليقظه والحلم والوعي واللاوعي وانت ما عارفش راسك اش واقع لك؟ هو في هذيك الحاله يعني بانت لي انا الحياه ديالي تغيرات 100%. في هذيك اللحظه بانت لي الحياه تغيرات، بان لي الجري ما غيبقاش، بان لي الكره ما غتبقاش، بان لي البحر ما غاديش يبقى.
عاد بان لي غيوليو يعيروك الناس، عدد ديال هادشي الامور كله فكرتي فيه في وانت هذيك كتشوف؟ اللحظه كتبان لي عاوتاني حتى الموت، يعني في واحد اللحظه صافي غادي نمشي غادي دابا. تنزف، غادي تموت، عدد غادي ديال الامور انا ما عارفش هذيك الساعه، اللي ما حاسش بالالم، ما حاس غير كانوا معايا بعض الاصدقاء ديالي اللي كانوا كيصبروني وكيدوروا لي وجهي باش ما نبقاش نشوف الرجل ديالي وهذا. ولقيت حتى صعوبه في سياره الاسعاف، جات متاخره شويه لان كنت تعرضت الحادثه بين الدار البيضاء والمحمديه. وكانت سياره الاسعاف ديال المحمديه كتقول لهم الناس اللي كيتصلوا بها ما محسوبش علينا ديك البلاصه، الدار البيضاء تقول ما محسوبش عليا، ومحمديه ما محسوبش عليا، بقيت واحد المده وانت كبيره كتنزف. المده كبيره. ومن بعد عاد جات سياره الاسعاف وداوني الكازا في الاخر، داوني للحي المحمدي. والحي المحمدي ديك الساعه يمكن ما عندهمش الامكانيات باش يعاودوا يرجعوا لي رجلي ولا هذا، ولا ما عندهمش يمكن تجربه وفي هذا الوقت كله التفكير ديالك شنو فيه؟ التفكير ديالي هو كره القدم خصها ترجع لي رجلي ديك الساعه. انا ما كنتصدق حتى شي واحد وما نقتنع حتى شي واحد هذيك الساعه، فقط غدا كان عندي ماتش خصني ضروري ترجع لي رجلي، لان داك الشيء كيبان لي انا كما قلت لك غير حلم، وخصني الرجل ترجع ليا وما غنصنت حتى شي واحد واخا يقنعني باش ما يقنعني، خص رجلي ترجع ليا هذيك الساعه. حتى مني ما قبلونيش في السبيطار ديال الحي المحمدي، علاش جيت لبن رشد. بن رشد حتى داروا لي العمليه، ومني فقت من البنجواده عاد باش شدني واحد الحريق. ديك الساعه ما كانش فيه الحريق، عاد تيقتي باللي فعلا شفت فيه الحريق، وكنت مهرس في الكتف ديالي، وكانوا عليه شي تشوهات في الوجه ديالي وفي اليد ديالي هنايا. ومن بعد مني فقت من البنج وبان لي البونداج في يديا وهذا وفي رجلي، وشد فيا ديك الحريق اللي قلت لك اللي ما كنتمنى حتى شي واحد، عاد باش عرفت بان داك الشيء حقيقه، ماشي حلم ولا شي كابوس كتعيشو. ولما عرفتي باللي انت في الحقيقه ديك الساعه، عاد بدا الالام، عاد بدا التفكير الحقيقي، عاد لان هادشي اللي عاودتي في الاول كله كان عباره على كابوس، ما كتحش بالالام، ما كتفكرش بزاف. من بعد شنو تطور في حياتك من بعد ما درتي العمليه وما عرفتي رجليك باللي مشات ضاعت؟ هو مني فقت من البنج، ولقيت تماما يعني الرجل ديالي راه مقطوع عليا، ماشي غير حلم. يعني كانوا الحمد لله بعد المبادرات اللي فهمتيني طيبه، لما رجال الصحافه الاعلام اللي بالمناسبه كنشكرهم، ولما المكتب المسير ديال الفريق ديالي اللي جا زارني وخصص لي واحد مقابله تكريميه. وبهذه المناسبه انا كنشكر الرياضي الاول صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله على الالتفاته اللي كالتفت ليا، وحتى السي مفضل الحلولي وعدني بعمل قار وفى بالعهد ديالو، وحتى الجمهور ديال شباب محمدي اللي ساندني. بمعنى انت ماشي تقطعت رجليك وانتهت الحياه بالنسبه لك؟ لا، هو الحمد لله انت خسرتي رجليك ولكن ربحتي الدعم ديال الناس وربحتي علاقات. الحمد لله ربحت علاقات مع ناس اللي وقفوا معايا، واللي هما صراحه احنا المجتمع ديالنا كيطبع عليه يعني الشفقه. لقيت كما قلت لك مبادرات طيبه الحمد لله، والحمد لله توعدت بعمل القار يعني اللي من خلاله دابا كان هو مصدر القوت ديالي. وكنشكر الاداره اللي انا خدام فيها دابا. والحلم ديال الكره كيفاش درتي حتى قنعتي راسك باللي انت ما بقيتيش غتلعب الكره؟ هو بقيت واحد المده كبيره، مده طويله من بعد الحادثه ما متقبلش هذاك الوضع. يعني واخا تجيب لي اللي جبتي لي باش يقنعني بان راه يبغي يقنعني بان الحياه مازال مستمره، ولا بان راه واخا فقدت الرجل ديالك راه مازال ممكن تمارس الرياضه بشي شكل، ما غاديش نتصنت ليه. انا كانت الحلم ديالي وديك الساعه هو ان رجلي خصها ترجع ليا. حتى من بعد جلست ودرت فكرت مزيان، لقيت بانني الا بقيت كنفكر بهذا التفكير على انني فهمتيني غادي نصلح. يعني جاتك لحظات يونس اللي طحتي فيها الارض وما قبلتيش الوضع اللي انت فيه؟ جات لحظات ضعف؟ احنا وخلق الانسان ضعيفا. الانسان راه كضر غير شوكه ما غاديش يقبلها. بطبيعه الحال انا مني تحيدت لي رجلي ما قبلتهاش، كنطلب الله سبحانه وتعالى يسمح لي ما قبلتهاش. ولكن الحمد لله من بعد يعني بديت ناخذ الامور بواحد الايجابيه، ولقيت بان هذاك التفكير اللي كنبقى نفكر بانه ما غاديش يعطيني شي نتيجه، وما غاديش يوصلني لقدام، وما غيخلينيش كما كنقولوا رودي ماري بحال تعاود تزيد غنعاود
نزيد. فالمهم حاولت انني فهمتيني نمارس الحياه ديالي، يعني نمشي للبحر كما كنت كنمشي ليه، حيت لي بيكي، خديت البروتيز اللي هي الرجل الاصطناعيه، وحاولت انني نمارس الرياضه بشكل طبيعي، نمشي للبيسين، وحاولت فهمتيني انني نكون اسره ديالي اللي فهمتي اللي من خلال يعني هذه الحادثه ما اجلت حتى شي حلم من غير الكره؟ يعني حتى حاجه ما توقفات من حياتك من غير كونك كنتي كوايري وكنتي موهوب؟ هي باش نكونوا زعما واقعيين هي كتوقف، ولكن لان الحياه دائما مصاحبه بصعوبات وبالم، ولكن انا حاولت انني يعني نستفد من التجربه اللي مريت منها، وحاولت انني نقابل هذه الصعوبات وهذه الالام بامال وبشجاعه وبايمان وبالصبر. واخا كنعرفوا حنا بان الصبر في الاول ديالو كيكون مر، ولكن النتائج ديالو في الاخر كتكون ايجابيه وكتكون جميله. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى كما كيقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والحمد لله رغم انني تعرضت لهذيك الحادثه اللي كانت مؤلمه وكانت غادره بالنسبه لي، فالحمد لله دابا كنعيش حياه ديالي طبيعيه. وليداتك، عندك شي وليدات؟ الحمد لله دابا اللهم بارك عندي 4 الوليدات. تبارك الله، الله يخليهم لك. يا ربي امين. كنشوف فيهم هما ديك الحوايج اللي ما حققتهمش، هما رجليك، هما يديك، هما الحياه كلها. هما كنعمل يعني كل ما في وسعي باش نساعدهم، وكل يعني نكون دائما كنرضيهم، ونشوف فيهم ان شاء الله هما رجليا وهما اللاعبات ان شاء الله ديال هما الحلم اللي تاجل الكره. كاين شي وليد اللي غادي ياخذ المسار ديالك؟ كاينين 2 وليدات، الخلف ديالك كاينين 2 وليدات دابا تبارك الله، وتما عندهم هذاك الالهام بالكره بزاف، وخشاري لهم كواري بزاف وكيمارسوا كره في الدار، في الطوموبيل، فما مشيت الكره في يديهم. ولحد الان نيت كيسولني ولدي كيقول لي باغي نكبر دغيا باغي نلعب كره هذا. في حد ذاته هذا الشيء كيفرحني، وفي حد ذاته هما كينسيوني كاع داك اذا هما الاستمراريه ديالك والامتداد ديالك في الكره ان شاء الله. الحمد لله نطلب الله سبحانه وتعالى هذا الابتلاء يكون يخلصنا به الله سبحانه وتعالى ان شاء الله في الاخره. شيء كنطلب الله سبحانه وتعالى. يونس تنشكرك بزاف.